رجعنا للتاريخ باش نشوفوا التواريخ، تو الاضافه باش نوريو للساده المستمعين يسمعونا يركزوا معنا الساده المستمعين باش نعطي تو معناتها معطيات ما خرجتش وتو باش تخرج تو التواطؤ تاع الجهات اللي هي معناها كان في بالها بالخطر وحاولت ان تغطيه من وقتها سيدي مشيني انت قلت العقد هذاك موقع في سبتمبر 2019 نهار 27 جانفي 2020 يجي انفلوب لونجيت في سوسه فيه معطيات حول عمليه التوريد نتاع النفايات هذه لتونس. سبحان الله هنا السؤال 27 جانفي السؤال ما ثم سؤال باش خرجت البضاعه غادي من ايطاليا كيفاش السلطات الايطاليه وافقت عليها؟ كيفاش وزاره البيئه الايطاليه وافقت عليها بالوثيقه هذه اللي تقدمت؟ خلينا نوريها شنو هي انت يحكي عليها ولا نوريها؟ هذه الوثيقه هذه تقدمت سبحان الله. سيد المخرج انا هي الكاميرا هذه باهيه الوسطانيه سنترال تقدمت الوثيقه ذيك نهار 27 جانفي 2020 فيها النوتيفيكاسيون اسمها هذيك الدوكيمون نوتيفيكاسيون يعني وثيقه الاعلام بخروج بالموافقه على خروج نفايات من ايطاليا فيها السلطات الايطاليه في سلطات البيئه في ايطاليا وفيها مصحه لونجيد من 27 واحد 2020 الى 20 2 2021 فالابل حتى 2021 وتصحت هذه اذا قلت لي ها مصحه وفيها الكاشير عاود للتاريخ من 27 جانفي 2020 فالابل حتى 21 فيفري 2021 اي هذه الى جانب هذاك السيد عامل نوتيفيكاسيون جينيرال اعلام جينيرال انه هو كي تبدا انت عندك نفايات جايه النفايات ديما هي نفس النوع ما تقعدش كل مره تعمل تعمل اعلام جينيرال عام اعلام جينيرال نفايات جينيرال ب 12 طرناطه 12000 طرناطه 12000 طرناطه اعلام جينيرال هو الكونترات وفيه 120000 طرناطه 120000 طرناطه يا رسول الله انتم لازم الديوان يعمل لكم قبه الوثيقه هذه يلزم يعمل لكم قبه انتم والتوانسه يخرجوا في مسيره مسانده للديوانه يبداوها من سوسه اللي حميتوهم لا احنا الشيء هذا ما نحن نقدروكم ما تعرف لا يشكر الناس لا يشكر الله ولهذا نحن نقولوا سوسه اللي كانوا باش يدفنوا فيها هذا المفروض غير الوثيقه هذه يا سي عفيف يخرجوا كما يخرجوا النجم الساحلي يخرجوا تكريما للديوانه في مسيره مسانده. ما غير الوثيقه هذه ما تخرجش الزبله من ايطاليا ما غير الوثيقه هذه مصحه فيها ما تخرجش الزبله من ايطاليا نهار 20 2 2020 قام السيد حط اعلام بتوريد كميه من النفايات غير خالده قصد رسكلتها واعاده تصديرها في اللونجيت فيها المصاحيب شنو عقد الشركه جذاذه فنيه هذه يعني من 20 2 2020 لونجيد عارفه ان هي إجراء 46 وعارفه ان هي نفايات منزليه يعني ماذا متواطئين ومتورطين ما نقولش حتى شيء انا نحكي في وقائع ايوه احنا معناتها من نهار 20 2 2020 لونجيد عندها ان هي عند نفايات منزليه إجراء 46 يعني احنا عرفناها في ثمنيه سيئه وبيته ما نقول حتى شيء نعطي في كما عاود نقول لك راني نعطي في نهار 21 2 2020 اتفاقيه الدفن تصحت ما بين لونجيت والمعني بالامر هذم الكل شنو ما هذم اتفاقيه باش دفن الذين جاء من ايطاليا دفن بالنفايات منزليه الشركه ذي اتفاقيه باش تدفن بالنفايات منزليه ب 18 دينار الطرناطه يعني هو جايبها 150 دينار بريسك تونسي على خاطر هو واخو ب 48 اورو ويشتفينا ب 18 دينار عنده 150 دينار في جيبه عنده 150 ولا 140 دينار في جيبه في التورناتا قداش هما من تورناتا 120 طرناطه ما قيمه 18 مليار هذه مصحه نهار 22 21 يعني التوقيت يموت الشعب تزيدوا كورونا وتزيدوا هذوما زيد باش نزيدك نهار 14 4 نهار 23 4 نهار 13 5 ثم ايميل صار من المؤسسه الايطاليه تبعث للونجيد وتبعث للابي وتبعث للقنصليه قالوا لهم راهو ثم نفايات باش تخرج واحنا ما في بالناش يا رسول الله ما باش نزيدك حاجه اخرى وبعثت سامحني سي عفيف وبعثت لهم نهار 23 السيد 33 3 قال ما ثماش اجراءات جديده على خاطر ثم الكوفيد ثماش اجراءات جديده نبعث ولا ما نبعثش قال لك ما جاتو حتى اجابه يعني تصيت قوس عليك ابعث اي السكوت على الرضا. خلينا نرجع انا نقرا في الدوسي لقيت لونجيد بالزهر بقدرتي قادر عملوا معه عقد في نفس الفتره باش يدفن نفايات تونسيه في نفس المصب نتاع سوسه نتاع 21 2 اي معناها هو بقى قالوا له اسمع مالا خلط
واردن مع بعضه، وفي نفس الوقت نحن كيف تاخذ رخصه تاع هذا؟ ما عادش التوانسه ولا المراقبين يفهموا انت تدفن في فضلات اجنبيه ولا فضلات تونسيه، ما دام عندك رخصه نعرف عليك انا باش تدفن هوكا انت تحت قانوني وضعك وقع اللي تحب انت. يعني ثم نوايا مبيته يقتلوا الشعب. يعني نعطي في وقائع ما نعطيش في استنتاجات. انا نعطي في وقائع والواقع موثقه. انا استنتجت يعني استنتاج صحفي ونخليه للساده القضاة الاجلاء اللي هما تاج روسنا باش يعملوا الاستنتاجات النهائيه اللي باش يحميونا من المجرمين. يعني نحب نقول والناس اللي هما غير خارجين على القانون. نحب نقول راهو ثم عندنا مصالح من شهر جانفي وشهر فيفري في بالهم ان هما ثم إيكغيك 46 باش يدخلوا لتونس وما علموكمش وما علموناش. اعطيني شنو لازم يتبدل في القانون باش انتم توليو معنيها اللوائح هذوما اللي يحكيوا عليهم اللوائح احنا اجتهاد شخصي. اللوائح هذوما يا سي عفيف احنا اتصلنا بالبيئه قلنا لهم يجي راهو ثم اللوائح يجي خلينا نشوفوهم كيفاش نطبقوهم. انا توكي نسمع هذا يلزم تولي الديوانه ثم يصير اصلاح في مجالس الادارات واللونجاد هذه وغيرها المؤسسات الشبيهه، يلزم تولي الديوانه عضو في مجلس الاداره، ويلزم عمل تشاركي وتبادل معلومات داخلي بالدوله تستانس بمؤسساتها ويتعاونوا، ما تقولش عليكم كل واحد في دوله واللونجات هي مقرها بعيد على الديوانه معناها موضوع هذا اذا كان جاي ثم ممثل الديوانه في القنصليه ما يصيرش. ولو كان جاز ممثل الديوانه في مجلس الاداره زاد يعرض من هنا. راهو سي عفيف الا صار الجمعه هذه التشهير بالديوانه والاتهام بالديوانه وطواطئ الديوانه راهو شيء كبير. شنو الطواطئ نتاع شنو؟ الطواطئ اني شادوا من جويليا طواطئ من جويليا وانا نقول لا ما تعرفش قلنا شيء الديوانه وهي الديوانه في الحقيقه لازم نبوسوها من راسها. شنو الطواطئ يلزم نخرجوا في مسيره مسانده يعني من لا شيء من زوج وثائق طلعنا الموضوع الكل طلعنا كاداره عامه للديوانه. من هالكوارث واحد على 18 مليار معناه يبيع شعبه يبيع وطنه يبيع ارضه يبيع صحه وسلامه اجيال يجيب لهم النفايات هذه باش يردمها في تونس. على ذلك انا قلت لك انا كصحافي ونتحمل مسؤولياتي ان الناس هذوما مجرمين، هذوما ناس عدائيين يحبوا يقتلوا شعبهم. وينهم السواحليه الاحرار؟ وينهم جماعه سوسه اللي كانوا باش يدفنوا لهم 120 الف طرناطه من النفايات هذه الخطيره في مصبات سوسه تحت مسميات وغطاء قانوني ودنيا والعالم الكله يلزمهم هما يكونوا اول ناس يخرجوا في مسيره مسانده للديوانه في العمل اللي قامت به جبار. وكلنا التوانسه نقفوا لديوانتنا وكفاءاتنا ورجالنا ونسائنا في هذا الجهاز الاستراتيجي الحيوي للدوله التونسيه. جست اني باش نوضح يعني احنا من اللي سكرنا الموضوع من 8 جويليا الى حتى اداره ولا حتى مصلحه ما تدخلت في الموضوع، ورغم كما قلت لك اعطيتك الاوقات شنو عندهم حتى واحد منهم ما تدخل. حتى واحد الموضوع هذا متصل به القضاء وعند القضاء كل يجي له البحث عند القضاء وحتى واحد لا قل لي طواطا يعني راهو طواطا راهو سامحني مسنا الكل طواطا بتاع شنو فاش طواطا فاش طواطا اللي شدينا كل شيء احنا وقفنا ما غير حتى وثيقه. لا انا شوف انا زاد نحب نشكر صديقي وزميلي وعشير عمري فؤاد العجرودي الصحافي في الانوار اللي هو اول واحد حكى عليه الموضوع باش نعطيه حقه وخرجوا للشمس خرجوا الاعلام. وانا تبين من بعد كي نتبع فيه دوسي انه الديوانه هي اللي حركت الدولاب هذايا باش تحمي شعبها وتقول له يا شعب فيق رانا نعدافوا عليك اقل شيء سندنا وتصدى لها الحمله الشعواء نتاع شيطنة كفاءات ورجالات مخلصين للدوله وللشعب التونسي في الديوانه التونسيه. انا باش نقول للشعب الوقت عندك لا باش نقول للشعب التونسي مروان دقيقه قالك باش نقول للشعب التونسي تهناو الحمد لله يا ربي عندكم ديوانه قويه ديوانه فايقه ديوانه ما يتعدى على شيء الحمد لله ان شاء الله كما كاين. نحب نقول للديوانيه راهو اللي عملتوا ادارتكم راهو يشرفكم الديوانيين الكل شيعوا روسكم راهي ادارتكم ماهيش غالطه ادارتكم قامت باكثر بدورها واكثر من دورها واللي يقولها غير هذايا عندنا الاثباتات تاع كل شيء وبارك الله فيكم. شكرا.